فتحت الفنانة صندوق ذكرياتها وشاركت جمهورها بمجموعة صور لها وهي طفلة صغيرة، وظهرت في بعض الصور وهي طفلة لم تتجاوز العام، وظهرت في صور أخرى مع أقاربها. إنها الفنانة ندى موسى بدأت مشوارها الفني عام 2004، ولمعت من خلال مسلسل يوميات ونيس الجزء السابع عام 2010، ثم شاركت العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون. ندى موسى من مواليد 8 أغسطس 1982، ممثلة مصرية، وكان آخر أعمال ندى موسى في الدراما حكاية الفريدو المأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج أحمد عبد العاطي برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وورشته حيث شارك في تأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح، وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين ابن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبري، وعدد آخر من الفنانين. وانضمت الفنانة ندى موسى لأبطال مسلسل وتقابل حبيب للفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل عام 2025، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.